وحشوني. والنهارده معانا وجع قلب يعني محدش حاسس بيه وعمال بينتشر وبيتفشى، وجع قلب الستات يا جماعه. طبعا خلينا نبدا بالفيديو ترند المنتشر دلوقتي، بقى لي كام يوم بشوفش غيره والناس بتقلده كمان. الست اللي ورا دي انا عليا الحلال، انا والله العظيم قعدت بتاع حوالي 10 دقايق بعد الفيديو عشان خاطر افهم هي بتقول ايه، وما فهمتش خالص غير لما لقيت حد ابن حلال كتب في الكومنتات كذا كذا، وبعدها بدأت ان انا اسمعها زي ما هي كانت بتقول. فيعني هل دي مثلا يعني قوة خارقة عند البنات مثلا ان هم بيسمعوا بعض يفهموا بعض، احنا لا؟ بجد والله انت في ليه عامل كده؟ انا ليه حاسسها فيك دلوقتي؟ ما خدتش بالي من الحوار ده. اهو يا حبيبي اصورك برضه. ايه ده؟ بجد والله انت في ليه ايه؟ عامل كده؟ يعني اللي بتصور سابت المشكلة وراحت تهديها بقى خلاص، يعني انت اللي لا ما تزعليش خلاص انا حقك عليا انا تمام. دي حاجة تانية. اللي مش عارف هي قالت ايه، قالت انت بتعمل حركات الوسخة دي وعايزة نسكت. معلش معلش دي ترجمة. ليه يا ست الكل ليه؟ ده بقى بيستهبل تقريبا، ده يعني ما اعرفش هو يعني قاصد ولا لا، بس هو يستاهل بصراحة اللي هيحصل له دلوقتي. يا ساتر يا رب. طب يعني الست عندها مشكلة والراجل يعني ما بيتخانقش معاها، ليه تتلموا يا جدعان؟ هو انتوا ما صدقتوا يعني ولا ايه؟ يا سلام. عارف كلامهم ده كلام كيوت. يا بنتي ما تديني وسطك يا طريق صاروخ البجير، ده اللي يفكر يا عكسك وسمعي خسع عينيك. هو بص انا ممكن ادخلك الحلقة باعتبار ان انت واحدة مش واحد، بس انا كنت بتكلم على الستات المستقوية. انت كده ست الواقع والله العظيم ما هخلي فيك اي حاجه خالص. طب اهدي امشي. طب استني بكلمك بلغته يا لحظة. محمود. طب استني اهدي عشان بلغت خاطر والله بلغته. بلغته طب بلغت اسمعي والله. استني اخر بالله. حاجه هقولها لك. استني ما تنزليش. يا ابني انت بتمهزأ يا ابني البنت بتشتمك وبتف عليك. ازعل منك والله. استني زعل منها؟ لا هي بصراحة فارق معاها قوي بصراحة زعلك يعني. بيمسح التفافة. يا كل ده ما خلاص يا اسطى يعني ما تفتش عليك نهر النيل يعني. هو بصراحة يستاهل الواد ده يعني لو معاه هتف والله. عيل مش جدع عايزنا نمسك في بعض وعايز يولع الدنيا لا عشان هو انت يبقى اللي قاعد مولعه بس من وخلاص. البنت اصلا. ده انت مريض استريتش عمال والله لك انت مرض اللي بجد. مولعه منها باين عليكي. يا ابني اولع من مين يا ابني؟ انت عبيط ما اعرفش والله ما اعرفش. خلاص ايه العبط ده؟ خلاص يا كروان. خلاص يا ابني. تسلم ايدك. ده ايه تصوري ايه؟ اصورك يا حبيبتي فين امي؟ شكلك قمر. بصي مش صوريني من ورا. قمر. اي حاجة دلوقتي بتتصور، اي حاجة اي حد في اي حاجة يلا طالعة موبايل. او الحوار ده من كتر ما هو بقى خلاص يعني منتشر هيفقد بريقه يعني خلاص بقى السيرفرات مش هتلحق يعني من كتر الناس اللي بتنزل. تحفه بجد والله تحفه الحته دي مظبوطه تحت ليها تحفه خلاص وصلت الرسالة. جامده. يلا عليك يا قمر. قدري انت بس داري وبعدين بتكلمي على انت الاول لونها داري. لا انا قصدي ده حجاب احترم. انا مش محجبه احترم حجابي وبعدين اتكلم. انت مالك بترد عليا ليه اصلا؟ هي بتقول لها احترم حجابي بعد كده اتكلم. انا مش عارف الموضوع بس انا من اللي سمعه لو هي يعني بتحكم عليها من لبسها اللي هو واحدة لابسة مش كويس يلا صورها مش عاجبها مش محترمة حجابها. لا ده هطل بصراحة. انت ممكن تنصحيها بينك وبينها وبرضه هتشتمك. فالاحسن انك ما تعملش حاجة يعني. اتفرجوا يا جماعه اهم لقيتهم بنات ايجيبت بتتخانق. اول مره اشوف بنات ايجيبت بتتخانق. طب نعمة ربنا اللي وقعت على الارض دي طيب. احسن من مامتك. هو ايه القرف ده يا جدعان؟ نعمة ربنا يا جدعان عادي كده. دكتوره مستشفى دهب تمام. شفت الدكتوره لما دكتوره يعني داخله طب 7 سنين وبتعمل كده. حوار الدكتور ده حوار برضه يعني غريب. يعني الدكتورة قاعدة بتعمل له صباع تمام المدوحس ده، ويعني تقول له صور يا مش عارف كذا، وطلع الراجل بتاع المستشفى بيقول معلش ما كانتش نايمة ومش عارف ايه وهيجازيها يعني ايه ما كانتش نايمة يا صاحبي؟ يعني ايه ما كانتش نايمة؟ ده لو شاربة مخدرات عادي ابص هي. بعدين اصلا يعني اللي انت بتعمليه ده مش اهانة يعني انت يعني دي مش اهانة يعني عادي. دي حاجة عادية هبلة فانت هتتجازي على الفاضي كمان. يا ريتك مثلا شتمتي ولا عملت حاجة فاللي هو يعني ليه التخلف ما تفهمش، وعلى ايه العنطزة اصلا برضه ما تفهمش.
اخر قلت ادبها عليا وتعدت عليا بالشكل ده مع ان احنا ما اتكلمناش معاها. يعني مش عايز يشتغل يا جدعان، يقف في البيت. دخلت قالت لها قومي هزي طولك وعلقي لي محلول. موقف حصل في مستشفى في دهب لمريضه دخلت طوارئ او داخله على طبيبه. تريجر الموضوع كله كان فيديو لدكتوره بتعمل حركات بذيئه بايديها لمريضه، والمريضه هي اللي بتصور الفيديو ومنفعله قوي وبتتكلم انه انت اللي درستي 7 سنين طب تقفي تعملي حركه زي دي ومش عارف ايه. بس التفاصيل بقى او الابعاد اللي ورا الموضوع انه هذه المريضه كانت داخله ومعاها تحليل انيميا وعايزه تعلق محلول حديد. فحسب الروايات اللي بتقال يعني ان الدكتوره حاولت توضح لها ان هي معاها حاله دلوقتي في طوارئ هتخلصها وهتبقى تجيلها، وانه اصلا تعليق محلول حديد دي مش حاجه ايمرجنسي. فلما الموضوع اسكليتد بعد كده اداره المستشفى اعلنت ان هم حولوا الدكتوره للتحقيق بسبب ضبط النفس او ان هي تصرفت بشكل غلط في الموضوع ده، ولكن كمان عملوا محضر ضد المريضه اللي صورت الفيديو لانها اوريدي بتتعدى على واحده في محل شغلها وبتصور في مستشفى ومش المفروض انها تصور في المستشفى. ماشي، حق يرجع لاصحابه. مثاليه بمعنى الكلمه. انا بدرس بقالي 20 سنه وفجاه يا سلام، اي بيعمل ماركتنج لنفسه بشكل يعني ضحك. مش حقيقي الكلام ده يا جدعان طبعا. يعني ازيك يا علياء؟ ازيك يا دكتوره؟ اخيرا طلتك يا علياء. اخيرا طلتنا يا دكتوره. ايه يا علياء ما نزلتيش الفيديو اللي احنا اتفقنا عليه ليه؟ ما انا دكتوره مش عارفه انزله والله. مش عارفه تنزلي الفيديو ازاي؟ مش عارفه، نسيت ساعتها، نسيت معلش. علي حبيبتي اسمعيني، اتكلمي وما تخافيش، اتكلمي من الاخر كده يا دكتوره. انت يعني انا مش حابه انزل الفيديو عندي من الاخر. سمعنا الكلام؟ ثواني يا دكتوره ثواني، انت عايزاها توضح ايه دلوقتي عايزاها توضح ايه؟ طيب بما انك مش هتنزلي الفيديو بقى الناس تاخد ده سكرين فيديو. اوكي علياء، انا كنت اعرف ان انت جايه لي العياده. لا، انت عملتي ايه عشان تجي لي العياده؟ كلمتك في التليفون وقلت لك ان انا واحده عاديه وهاجي اكشف عندك، بس بعدها لما ما لقيتكيش قلت لك بصراحه انا عاديه. تمام. تاني يوم لما انا رحت عيادتي وخلصت مين اللي رن؟ انا اللي رنيت. طب يا حبيبتي لما جيتي في الريسبشن لما جم قالوا لك تدفعي ثمن الكشف اول مره لما انا ما كنتش عارفه، انت قلت لهم ايه؟ انا ما قلتلهمش حاجه، ما قالوليش تدفعي ده من كشف. انت قلت لي مش انت ما كشفتيش اصلا يا دكتوره. ماشي يا حبيبتي، بس انت مش قلت لهم انا عامله لها مفاجاه؟ عامله لها مفاجاه ان انا عاديه وانا مش جايه اكشف. نعم، مش انت قلت لهم انا مش جايه اكشف ولا اي حاجه، انا عامله لهم مفاجاه، انا عامله لها مفاجاه. طيب يا حبيبتي لما دخلتي العياده وقعدت معايا عايز اعرف طيب ايه اللي حصل؟ يعني عمري راح كده على الفاضي. الدكاتره شادين حيلهم ليه كده اليومين دول؟ هخاف اروح لهم بعد كده خلاص. بس ودي كانت حلقه النهارده، حلقه خفيفه، حلقه سريعه عن الخناقات بتاعت البنات بسبب موضوع حلوان ده والدكتوره. فلقيت ايه في ايه طيب اليومين دول. فقولوا لي برضه عايزين نتكلم على ايه، اكتبوا لي في الكومنتات لو في حاجه معينه عايزين نتكلم عنها، يمكن يبقى فيها ضحك كتير وكلام كتير. وبحبكم يا جدعان، اشوفكم حلقه جايه. باي باي، لايك وسبسكرايب.